فكان تكالب الأعداء أكثر، ولكن الله سبحانه وتعالى نصر دينه وأعز جنده وخذل أعداءه، وتمكن المسلمون مع قلتهم، لأنهم عند أن قدم النبي عليه الصلاة والسلام هم قلة وكم يواجه عالم. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة تكالب الأعداء. أولا تكالب الأعداء المنافقون من أوساط المسلمين في المدينة، لأنهم كانوا في أوساط المسلمين، وهم في المدينة أيضا من المنافقين، وكذلك في المدينة أيضا منهم من المشركين، ومنهم أيضا من اليهود، ومنهم أيضا قبائل اليهود الذي أيضا محيطة بالمدينة مثل بني قريظة وبني النضير وهكذا. فكان تكالب الأعداء أكثر، ولكن الله سبحانه وتعالى نصر دينه وأعز جنده وخذل أعداءه، وتمكن المسلمون مع قلتهم، لأنهم عند أن قدم النبي عليه الصلاة والسلام هم قلة وكم يواجه عالم. إذا كان المدينة مع قلة العدد فيها من المنافقين وفيها من المشركين وفيها من اليهود، أضف إلى ذلك أيضا المناطق المحيطة بالمدينة قبائل أيضا من اليهود، وهم أعداء للداء للإسلام والمسلمين وللنبي عليه الصلاة والسلام، فحصل النصر مع هذه القلة، والله عز وجل ناصر دينه. ولكن قد يحصل الابتلاءات تحصل، ولهذا وقلبوا لك الأمور. طيب، قوله حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون فبطل كيدهم واضمحل باطلهم، فحقيق بمثل هؤلاء أن يحذر الله عباده المؤمنين منهم، وألا يبالي المؤمنون بتخلفهم عنهم. هذا أنه حتى لو حصل ما حصل من تخاذل من المنافقين، وكذلك مهما خذلوا وكذلك أيضا تخلفوا. ولهذا تجد ما يحصل من ضعف إلا هم أول من يبادر بإشاعة الأخبار، وأول ما تحصل فتنة إلا هم أول من يشيع هذه الأخبار أيضا. وكذلك إذا وجدوا مثلا مشقة أول من يبادر بالاعتذار، نحن نعتذر ونأسف ونحن عندنا أعمال مشغولون وكذا. فهم لا دين يقومون به ولا عمل ولا جهاد، ما همهم إلا متى يتمكنون من المسلمين ويجدون فيهم مدخلا، وإلا كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويذكرون الله كذا في الظاهر أنهم مسلمون يصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله، يقرؤون قرآنا ويجاهدون يخرجون أحيانا. كل هذا بارك الله فيك إما مصالح دنيوية أو أنهم يريدون أن يعصمون أموالهم ودماءهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإسلام أهله من كيد الكائدين والمتربصون كثيرا. نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرهم، والتكالب حاصل، ولكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره. إلهنا حفظكم الله.